اهلا بكم حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه رمضان على الابواب طبعا هنعمل معاكم احلى زبادي السحور، وهنسهل على بعض كل حاجه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه كيلو من الحليب، حطاه على النار يغلي زي ما انتم شايفين، وبقلب فيه باستمرار. وهجيب طبعا افضيه في الدرق ده وهو سخن، واقلب فيه عشان مش عايزاه قبل ما يربي لي الوش من فوق كده الكوبايه. طبعا انا عايزه الوش الجميل دوت يبقى في الطواجن التحفه ديت، لازم احطه سخن بيغلي. شايفين؟ انا طبعا برفع ايدي عشان عايزه زي رغوه كده في قلب الطاجن، عشان دي اللي هتربي لي الوش. تمام اوي كده اهوت. طبعا هجيب درق ميه واحط نص الصينيه دي ميه، بس طبعا هفضي طبعا معلقتين من الحليب في الكوبايه ديت، واستناهم لما تبرد. زي ما انتوا شايفين اهو، فضيت الميه لحد ما نص الطواجن كده اهوت، واستنى طبعا الطواجن دي لما تبرد تماما. عندي طبعا كوبايه زبادي بايته من امبارح، ما تنفعش طبعا صبحه. اخد بس معلقتين بس، طبعا بعد ما اشيل الوش اهوت على معلقتين الحليب اللي انا بقيتهم، وهقلب فيهم لحد ما يديني قوام كريمي زي ما انتوا شايفين اهو. تمام اوي كده. طبعا الطواجن بردت معايا تماما زي دمعة العين كده اهوت بمعنى اصح. هاجي بقى من الجنب كده اهو، بص ربى وشي من فوق ازاي. هاجي من الجنب كده اهوت افضي الكميه اللي قصاد الخميره اللي انا عاملاها ديت من الجنب عشان الوش ما يسقطش مني. طبعا دي اسهل طريقه انا بعملها، انا ما بغيرش الطريقه دي بصراحه، ربنا بعتمد عليها عشان بتطلع ممتازه. انا طبعا هغطيه كده اهوت، وهولع الفرن بس دقيقتين يدفى معايا. وكل ساعتين كل ما الفرن يبرد مني اولع الفرن دقيقتين لمدة 8 ساعات. ان شاء الله تاكلوا احلى زبادي في السحور. طبعا بعد ما يطلع بحطه في التلاجة زي ما انتوا شايفين اهو، ما شاء الله عليه، ولا جاب مية ولا حاجة. عشان طبعا ما تزودوش النار عليه حبايب قلب، عشان ما يقبش مية منكم. تمام قوي كده اهوت. وصحتين وهنا على قلبكم، كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.